تعالوا بقى النهارده كده نعمل غدا على السريع وبمكونات تكون بسيطة جدا وحاجة كده على قد الايد، ومطلوبة الايام اللي جاية كتير قوي قوي لان اولادنا كده في الدروس وفي المدارس على طول بياكلوها من بره. ولما بنعملها في البيت بيقولوا مش نفس الطعم، فتعالوا كده نجيب السر بتاعها من اكبر المحلات اللي بتعمل الكبدة عندنا في نفس المنطقة كده، وسألنا وعرفنا التكات البسيطة جدا في يعني اختلافه فعلا. دي اول مرة اعمل الكبدة بالطريقة دي، وبصراحة طريقة في منتهى الجمال، احسن بكتير من الطرق اللي احنا عملناها قبل كده بكتير. طريقة المحلات ما فيهاش بصل خالص، مكوناتها زي ما انتم شايفين كده قدامنا. الفلفل حسب المتاح اللي عندك. نصلي كده على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف كده طريقة الكبدة باسهل طريقة. التقطيعة بقى اللي تعجبك. هنا انا معايا كيلو كبدة ومقطعة كده تقطيعة صغيرة جدا. الكبدة يا جماعة ما بتتغسلش خالص، بنبقى نحط عليها خل بس. تعالوا كده نشوف تكات المحلات اللي هم بيعملوه. معانا البهارات، بهارات الكبدة زي ما احنا شايفينها كده: كمون، كزبرة، وفلفل اسود، مرقة ماجي، ولو عندك معلقة بهارات بتتشرى من عند العطار، بهارات كبدة. معايا كده فلفل مفروم وتوم مفروم، اكتر من كده مفيش. معايا ربع كوباية خل، وهنا عصرة ليمونة كبيرة، ومعايا فلفل الوان وفلفل اخضر، وده فلفل حراق. التقطيعة اللي تعجبك، انا بحب ان انا اقطعها تقطيعة صغيرة كده، فلو انت حابة تقطعيها كبيرة. والفلفل الالوان اللي معايا متفرز وهيبقى فيها في منتهى الجمال. حابة تستغنى عنه براحتك، استغنى عنه، بس انا ما كانش عندي فلفل احمر فطلعت كده من الفريزر. هتحط كده على طبعا الفلفل ده اللي انا كنت مفرزاه قبل كده معاكم، فلفل الاخضر والاحمر ببقى افرزه كده لما يكون سعره هادي. ففي الملح بتاعه بس هزود له كده شويه ملح بكمون كده صغيرين. وحطيت الخل وحطيت عصره الليمونه. هبتدي بقى اقلب المكونات بتاعتي كلها كده. وزي ما احنا عارفين ان الكبده ما بتتغسلش، لو اتغسلت هتزفر معاكي، فكنت ببقى احط عليها الخل كده، وكنت اصفي الدم اللي بينزل منها. بس النهارده هنشوف كده، هنمشي بنفس التكات بتاعه المحلات كده، وهنشوف الطعم وهنشوف الريحه. هتاخدي نص الخليط اللي انت عملتيه على الكبده. انا هنا ما بسرعش الفيديو خالص، يعني الفيديو كده على الطبيعه بتاعته، علشان خاطر نقول ان دي اسرع اكله فعلا ممكن تعمليها. بالظبط الفيديو واخد معايا 8 دقايق، يعني الاكله دي مش هتاخد منك 5 دقايق. هتقولي لي ازاي؟ هقولك لان انت عارفه التصوير بيبقى ياخد معانا وقت وكده. حرفيا لو بتعمليها وانت قاعده كده مع نفسك مش هتاخد منك 5 دقايق، ولا تقطيع بصل ولا هنقعد نعيط. وبصراحه احنا كنا بنكتر فيها البصل زياده عن اللازم علشان نكتر الكميه، فالنهارده هنعملها بنفس طريقه المحلات، وهتعمل برضو معاكي كميه محترمه جدا، كميه حلوه قوي. خدت نص الخليط اللي معايا كده على الكبده واديتها تقليبه حلوه كده، وهسيبها كده يعني سيبيها 10 دقايق ربع ساعه على حسب الوقت اللي عندك. طيب هنشوف كده الإضافة اللي معانا، وهي بصراحة إضافة صعبة جدا، يعني كوباية زيت بحالها للوصفة. بس هنا ممكن تقللي الكمية طبعا، بس هو قالك يعني قال لي كده ان السر بتاعها في الزيت. كتري الزيت بتاعها وانزلي بنص الخلطة اللي احنا عاملينها لسه مع بعض. بصراحة لغاية كده انا ما عملتش الكبدة، بس الريحة بتاعتها فظيعة. تمام. بس طبعا محلات الكبده بتكتر الزيت لان بيعملوا طاسه واتنين وتلاته وعشرة، ربنا يرزق الجميع. فاحنا كده كستات بيوت ممكن نقلل الكميه شويه، ممكن تقلليها لنص الكميه. بس مفيش مشكله، يعني لو اتبقى معانا الزيت وهو هيفضل منها زيت كتير، بتبقى الطعم بتاعها تاني مره افضل واحسن بكتير كمان. ليه؟ لان بيبقى فيه فتافيت صغيره كده من الكبده مع الزيت، لما بتيجي تسخنيه مره تانية وتعملي فيه كبده بيبقى جميل جدا وحلو قوي. طيب الوقت عملت ايه؟ يا دوبك تحميره بسيطه كده لخلطه الفلفل بالتومه، ويعني حاولي ان انت ايدك تكون سريعه. النار عاليه، ونزلت بالكبده بتاعتي فردتها في الطاسه زي ما انتم شايفين كده، ومش هقلبها ولا هعمل اي حاجه، انا بس بفردها وخلاص. وكده زي ما قلت لك النار عاليه. حرفيا الكبده احنا عارفين ان هي ما بتاخدش منك يعني هي دقايق على البوتاجاز وبتبقى مستويه وتبقى طعمها في منتهى الجمال. الكبده اللي معايا يا بنات مستورده، كبده يعني مش بلدي، كبده مستورده، وهتطلع في منتهى الجمال ومش هتسود منك، لان سمعت كتير ان الكبده المستورده بتسود. لا، على حسب بقى ما انت ما بتعمليها. الخل والليمون كده كده يعني هيفتحها معاكي، هيخليها في منتهى الجمال. انا سايبه زي ما قلت لك الفيديو هنا ما بسرعش فيه وما بعملش فيه اي حاجه خالص. اول ما الكبده لونت معايا خدت اللون ده، هبتدي ان انا اقلب براحتي ومفيش مشكله. هبتدي ان انا كده
اعمل كده فتحه كده في النص كده زي ما انتم شايفين. ده زيت يا بنات مش ميه، الكبده ما سردتش معايا ميه خالص، ده الزيت. هبتدي بقى ان انا انزل الفلفل معايا متجمد زي ما انتم شايفينه كده، فعلشان كده انت انزلي بالاضافات بتاعتك كلها فوق من بعضها. يعني لو الفلفل معاكي فريش كده عادي انزلي بيه، بس انا نزلت في النص كده علشان خاطر الفلفل متجمد وهينزل معايا يعني حاجه بسيطه كده من السوائل. نزلت بالخلطة الفلفل، ويا ريت تكتري فيها بصراحة، لو ما بتحبيش الحراق فاستبعديه. بس بصراحة الكبدة ما تحلاش الا بقرنين شطة كده حراقين يبقوا معتبرين. نزلت بقى بالبهارات اللي انتم شايفينها دي كده، وبهاراتي هتبقى مظبوطة. انا حاطة فيها مرقة ماجي واحدة بس انا كده مظبطة الملح بتاعي زي ما انتم شفتوا في الاول. انتي حابة تظبطي الملح بتاعك مفيش مشكلة، وبرده هتدوقي وهتشوفي لو محتاجة ملح هتحطي عادي مفيش مشكلة. تمام. هتبتدي بقى ان انت كده دقيقتين 3 بس لغايه ما الفلفل كله فكك معايا كده المتجمد، وهبتدي ان انا اقلب المكونات بتاعتي كلها بقى مع بعضها وكده. نار عاليه، ما وطيتش النار خالص. الكبده بتحتاج النار العاليه. وزي ما انتم شايفين لونها في منتهى الجمال. تاخدي بقى الطاسه بتاعتك دي كده وشويه عيش جنبها كده. مش محتاجه اكتر من طماطمايه خيارايه لو موجود، ولو مش موجود هيبقى السندوتش في منتهى الجمال. شويه طحينه لو حبيتي وهتبقى زي العسل. انا هنا بوريها لكم ان هي ما سردتش ميه، اللي معايا باين فيها ده كله زيت. تمام. انا هنا بقى مش هاخد الطاسه بتاعتي زي ما هي كده، لان بصراحه حرام قوي الزيت اللي فيها ده كتير قوي. تمام. انا هطلعها كده، هطلع الكبده زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول اوريكم لونها فاتح جدا وجميله وحلوه وفي منتهى الجمال. ريحتها كانت تحفه. ريحتها فعلا احنا ما كناش بنعمل كبده قبل كده. يعني هي التكه اللي فيها كلها شويه حركات جديده بس، ان انتي بتحطي على الكبده. وغير كده كمان ان ما بنحطش بصل نهائي، ما فيش بصل. والكميه معايا جميله جدا وحلوه قوي. جنبها كده طبق المخلل، طبق الطحينه، وطماطميتين كده وخيارتين، وفي منتهى الجمال. اكله سريعه جدا وهتعمل كميه سندوتشات في منتهى الجمال معاكي. بوريكي لونها فاتح جدا حلو قوي قوي. انا هنا بطأت الفيديو كمان. يعني شوفي ما خدتش مني حاجة. اكل على السريع في منتهى الجمال كده، وهتعجبك قوي وهتعملها لاولادك هتعجبك. وهنا بقى بصراحة هيقولوا لك فعلا نفس الطعم اللي بره. يعني دي نفس الطعم اللي بره بالظبط. ما بتفرقش حاجة خالص. لو بتاكلي الكبدة من بره جربي الطريقة ديت وان شاء الله هتعجبك. وطبعا كلنا عارفين ان الكبدة اللي بره ما هياش كبدة بلدي خالص، يعني كبدة كلها مستوردة. واشوفكم في رعاية الله وحفظه في امان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.